سلام. اليوم جبت لكم مثوم بالدجاج. حاولي قدامكم، وقبل ما تكملي لا فيديو اكليكي لي على هذاك القليب وديري لي ابوني وديري لي قليب ما قليبك يا قليبي. هنا مثوم درناه بلا صوص بلونش بالدجاج. نعرفوا بلي المثوم الاصلي يطيب باللحم غنمي، بصح اللي ما عندوش اللحم الغنمي ولا ما يلحقش يشري اللحم غنمي ما يديرش مثوم. لا يدير مثوم. تبعيني صدقيني يجي بنين ويجي نفس المذاق تاع المثوم اللي يطيب باللحم، يعني النكهه وليزيبيس تاعو. نشد طرف تاع الدجاج نقليه في شويه زيت وسمن حتى يدي هذيك التحميره الشابه كما راكم تشوفوا. وهنا درت شويه بصل وثوم، ولكن الغالب عليه هو الثوم بما انه مثوم قلنا يطيب بالثوم. درت فلفل كحل وكمون قليتهم مليح وبالك تحرقي لي الثوم، على بالك بلي الثوم لو كان تحرقيه يعطي مذاق مر. نمرق قسمه يطيب لي غير هذاك الدجاج. انا هنا عندي الحميصه تاعي راهي مغليه، تسمى قسمه يطيب الدجاج نرمي كلش. هنا كيف شديت بولي اشي درت فيه شويه بصل وثوم بزاف، معدنوس مقطع رقيق، مغرفه شابليغ تقدري ديري فرينه، وبياض بيض باش لاصوص تاعي تقعد بيضه. لاصوص تاعي تخرج اللون تاعها يقعد جميل. الملح بيان سور، ودرت شويه زيت، مغرفه صغيره زيت. هنا درتهم في الفرينه. على درتهم في الفرينه؟ اولا باش يجي شكلهم جميل، وثانيا يعطوني هذاك القوام الخاثر للمرقه. رميت الحميصه تاعي، قلت لكم باللي انا تاعي راهي طايبه، يعني الطمط الصغير هذيك البنه تاع هذيك لاصوص هذا ما كان، ولي مام ايبيس اللي درتهم في لاصوص هما اللي درتهم في البولي اشي. وهاولي قدامكم المثوم تاعي بالدجاج شهيتكم في الجنه. شوفوا القوام تاع لاصوص واللون تاعها